مشروع الكوكيز من أنجح وأجمل وأسهل المشاريع وأكثرها ربحاً، لأن مقادير الكوكيز ما في أرخص منها ومتوفرة في كل مكان. سويت معاكم 15 نكهة من الكوكيز ب3 أنواع، الكلاسيك والمحشي والكب، وإنتي تقدرين تبدعين أكثر وتقدرين تنوعين بالنكهات وتبتكرين نكهات جديدة ومبتكرة ومو موجودة بالسوق. هذه الوصفات كلها مدرجة في كتابي الإلكتروني، للي حابة تبدأ مشروعها من الصفر تقدر تبدأ بكل بساطة بوصفات مجربة ومعتمدة وناجحة مع الجميع بإذن الله. وأفضل نقطة قوة في صناعة الكوكيز، وهي نقطة قوة جميلة جدا، هي إمكانية تفريزه لمدة طويلة جدا مثل ما ذكرت بكتابي الإلكتروني عشان تسهل علينا الشغل والحفظ. بقوالب بسيطة راح ننتج كوكيز جميل، سواء هذا الكب الرائع اللي قدامكم أو أصناف أخرى نقدر نسويها بأدوات مرة بسيطة. متى ما جاك طلب فقط خذيها من الفريزر إلى الحصيرة ومباشرة على الفرن. ما أتوقع في وصفة بالعالم ممكن تكون صناعتها أسهل وأنجح من الكوكيز. وخبز الكوكيز المفرزن يعطينا نفس النتيجة الاحترافية إذا خبزناها مباشرة، لأن هذه من أقوى نقاط صناعة الكوكيز. دراسة الجدوى اللي راح نسويها اليوم لهذه الأصناف اللي قدامك مباشرة راح نحسب بالضبط كم تكلفنا وكم نحتاج عشان ننتج هذا المنتج المبهر. كل هذه الوصفات عطيتكم إياها من داخل قلبي، ابتداء من النكهات الكلاسيك إلى النكهات المبتكرة، ولا زال المجال مفتوح لابتكار نكهات أكثر وألذ وأجمل. هذه الوصفات جميعها ناجحة بإذن الله، وحابة أني أعطيكم الخطوة الأولى لبدء مشروعكم كهدية مني عشان تبدون مشاريعكم بكل بساطة وما تواجهكم أي عقبات. اللي بتركز معي بدراسة الجدوى وتسعير المنتجات وفوقها تطبق هذه 15 وصفة، صدقوني راح تكفيكم لبدء مشروع في قمة الروعة. الكوكيز الكلاسيك والشوكولات والريد فيلفت، اللوتس والفستق والتمر والبرالين والقرفة والكراميل والتشيز كيك والفول السوداني، وأيضا جوز الهند، وعندكم نكهة التيرميسو ونكهة البراونيز. أصناف كثيرة سويناها بكل احترافية عشان تنجح مع الجميع. هذه الوصفات ممكن توصلك بإذن الله إلى افتتاح محلات تجارية، ولكن في البداية ابدأي كأسرة منتجة عشان تحققين أكبر ربح ممكن. بس تشتري مقادير الكوكيز من السوبر ماركت احتفظي بالفاتورة. هذه الفاتورة مثال، ولكن راح أقرب لكم الصورة. واللي ما قدرت تروح سوبر ماركت عندها السوبر ماركت دايما يكون بالكمبيوتر، تقدر تعرف أسعار المقادير من النت على طول بدون لا تتعبين نفسك وبدون ما تطلعين تبحثين عن المقادير، وهذا أول مقدار، وتقدرين تحسبين وتسوين دراسة الجدوى. شايفين معي الحين راح أحسب لكم هذه الزبدة كيف راح نحسبها ونطلعها بالضبط بسعر عجينة الكوكيز، حتى الحبة الواحدة راح نعرف كيف راح نسعرها ونعرف تكاليفها بالضبط. خطوة التأسيس تعتبر قبل افتتاح المشروع، يعني قبل يجونك زباين تأسسين فيه مشروعك بمبلغ ثابت، منها الخلاط، منها الفرن، منها المعدات الأساسية، منها الوصفات، ومنها هذه كلها فقط مبلغ ثابت لن يتغير تشترين فيه وتأسسين مشروعك وتحطين الحجر الأساس لبداية ناجحة بإذن الله. المرحلة الثانية من مشروع الكوكيز وهي مرحلة التشغيل، وتجي بعد افتتاح المشروع واستقبال الطلبات، وأنا أسمي هذه المرحلة بالفلوس تولد فلوس. كيف يعني؟ الحين بشرح لكم هالمعلومة. راح نحسب الحين احنا نحتاج 200 جرام زبدة بعجينة الكوكيز بنفس وصفتنا، هذا سعرها. طبعا راح اخذ السعر قبل الخصم، شايفينه؟ احنا نحتاج اصبعين، هذه 100 جرام، لا احنا نحتاج اصبعين اللي هم 200 جرام. راح يكون سعرها باختصار 15 ريال. هذا اول مكون عرفنا سعره، راح نكمل الحين باقي المكونات.
إذا جاك مقادير غريبة مثل البيض، يعني طريقة حسبتها سهلة، سعر الطبق ب25، هذا أغلى شيء، وأنت بذكائك ممكن تاخذين أرخص مع الخصومات فيها 30 بيضة، يعني البيضة الواحدة تقريبا إذا حسبتيها بالآلة الحاسبة تطلع ب8 هللات. إحنا نبي بيضتين، 8 هللات بيضتين، 8 هللات مرتين، يعني البيض بيكلفنا باختصار 1.60 هللة. كذا تقدرين تحسبين مقاديرك كاملة بنفس هذه الطريقة. شوكولاتة الحبيبات تكلف علينا دائما بالكيلو 40 ريال، فيها اللي هي كيلو اللي هو 1000 جرام، يعني يطلع لنا الجرام الواحد تقريبا 0.04. احنا نحتاج بالوصفة 300 جرام، نضربها بكم؟ 300 جرام. أدري إنه معقد، لكن ترى اللي تسويه دائما يطلع لها مرة بسيط. باختصار راح يكلفنا الشوكولات 12 ريال. كذا عرفنا بالضبط كم راح تكلفنا المقادير بالهللة. وش نسوي الحين لما عرفنا مقاديرها؟ الحين نجمعها عشان نعرف العجينة بالضبط كم كلفتنا. وقدامكم مباشرة عندنا 15 حق الزبدة .8، بعدين 3، بعدين 1.6، بعدين ريالين 28، بعدين ريال، وبعدين 12 ريال. بالضبط كلفتنا عجينة كوكيز الوحدة 35 ريال وأكثر من النص. أنا راح أصكها نص عشان أقدر أشرح لكم بكل بساطة. شفتوا قد إيش رخيصة وحلوة ومقدور عليها؟ خلونا نكمل. كذا طلع لنا سعر العجينة كاملة ب35.5 ريال. العجينة الواحدة تطلع لنا 40 كوكيزة. الحين راح أحسب لكم كم راح تصير الكوكيزة الواحدة. هذه سعر العجينة، نقسمها على 40 حبة، تصيرنا الحبة ب0.88، يعني ب88 هللة، حتى ما جت ريال واحد. وكل ما شريتي مقادير بالجملة كل ما كان سعرها أرخص، كل ما قللتي هذا الرقم وزاد ربحك بإذن الله. وأرخص كوكيز بالسوق ينباع ب3 ريال. يعني شوفوا الحين لو أنت راح تبيعين صينية واحدة باليوم، الصينية راح تحتوي تقريبا على 50 قطعة كوكيز، الواحدة تبي تبيعينها ب3 ريال، راح تكسبين 150 ريال بالصينية الواحدة. بإذن الله إذا اشتهرتي بتكون الصينية الواحدة بدالها 5 صواني تبيعينها باليوم الواحد، ويكون ربحك بإذن الله 750 ريال باليوم الواحد. هذا هو الكوكيز يا بنات، ربحها عالي جدا. تدفعين 35 للعجينة وتطلع لك 150 أو ما يقاربها. وفوق هذا لو بعتي باليوم لمدة شهر 750، يعني 5 صواني باليوم لمدة شهر كامل، راح يكون راتبك الشهري 22,500، 22,000 ريال. 22,000 ريال راتب دكتور بالجامعة أفنى حياته وكل لياليه بالسهر والدراسة، وانتي تقدرين تجيبينها بإذن واحد أحد بغضون شهر في مشروع الكوكيز. ما راح أقول لكم أن الموضوع سريع وأن على طول أول ما تبدين راح تنجحين، لا، ممكن تطولين عشان تصلين لهذا الدخل. ممكن في البداية فقط تبيعين صينية واحدة باليوم، ممكن تبيعين أقل من صينية، لكن مع الوقت، مع كسب الزبائن، مع النكهات الحلوة، مع الباكج الزين، مع التسويق المكثف، ممكن تصلين إلى هذا المبلغ المهول، وبإذن الله يكون بركة على مشروعك. وزي ما قلت لك، الفلوس تولد فلوس، تاخذين المبلغ وتعيدين استخدامه، تاخذين المبلغ وتعيدين استخدامه حتى ينمو ويكبر وينجح بإذن الله. أعيد وأكرر، هذا المبلغ لن تحصل عليه بنت اتكالية أو كسولة أو متخوفة أو ما تقدر تبدع بالكوكيز. لازم شخصية مبدعة ومبتكرة وذات ذوق عالي عشان تدخل مجال سوق الكوكيز بكل قوة بسعر منافس وباكج جميل. وأيضا لازم تسوي حملات تسويقية عن طريق الانستغرام وجميع البرامج، والحملات هذه متنوعة
بأنواع كثيرة سواء إلكترونية مباشرة، والتسويق له عالم كبير، ولكن أنا أتكلم لكم عن أرقام. هذا الرقم حقيقي يا بنات، وفي بنات يحصلون على أكثر من كذا. شوفوا مشاريع الكوكيز، شوفوا قد إيش اشتهرت وقد إيش انتشرت وقد إيش عندها زباين مرة كثير، وزبائنها دائما عشاق للكوكيز، وخصوصا بالنكهات المبتكرة. مستحيل إن واحدة راح تنجح وتجيب هذا المبلغ فقط من البداية. أنا ما راح أبيع لكم أحلام، ولا راح أعطيكم وعود كاذبة، ولا راح أحمسكم وخليكم تنطلقون بطريق خاطئ. أنا حبيت إني أبين لكم قد إيش ممكن هذا الرقم يختلف من شخص لشخص على حسب شطارتها وعلى حسب تسويقها، ولكن اللي حبيت أقدم لكم إياه إن مشروع الكوكيز مرة شاسع ومرة جميل، والنكهات متنوعة، وطريقة حفظه سهلة، وطريقة إنتاجه مرة سريعة. ما تحتاجين أيام طويلة وانتي واقفة على رجولك، مباشرة تقدرين تسوين العجينة وتفرزنينها وتمتد لمدة طويلة بالفريزر. متى ما جاك طلب على طول قطيها بالفرن وإلى فم الزبون مباشرة. هذا اللي منجح الكوكيز كثير، وهذا هو سبب بإذن الله لنجاح مشروعك. ما أخفيكم يا بنات، كثير يجوني بالخاص حايسين وضايعين ومو عارفين كيف يبدون مشروعهم، وبصراحة يتقطع قلبي لأن في مواهب مرة قوية. واللي أنا أبي منكم إنكم تهدون وتروقون وتبدون دراسة مشروعكم هذا من ناحية التأسيس ومن ناحية التشغيل. تحسبون موادكم الخام، تحسبون كم راح يكلفكم، كيف راح تبدون، وش هو الباكيج، كيف أقدر أسوق. بعدين تبدون الخطوة الأولى، وبإذن الله يكون من نصيبكم هذا المبلغ بشكل شهري. هذا المبلغ يا بنات صدقوني مو بسيط، هذا يأسس بيوت، هذا راتب يعني أكبر موظف تعب على نفسه. يعني أنتي ممكن تقدرين تجيبينه بموهبتك وأنتي جالسة ببيتك، يعني مطمنة وبدون أي ضغوطات، جالسة ببيتك ومطبخك وتنتجين وتمارسين هوايتك وتكسبين هذا المبلغ. أنا ما أقدر أغصب أي واحدة تشتغل بمشروع الكوكيز، ولكن اللي أقدر أسويه إني أبسط لكم الطريق وأقدم لكم المعلومات على طبق من ذهب. اللي أقدر أعطيك إياها الحين هو كود خصم تسهيلا وكمبادرة إنك تبدين مشروعك بطريق ممهد بإذن الله بعقبات أقل. هذا كود الخصم تقدرين تشترين فيه كتاب الكوكيز الإلكتروني اللي فيه 15 وصفة وفوقها أسرار وتكنيكات، وأيضا وصفات للحشوات والكريمات. هذا كود الخصم، فوق ما الكتاب أصلا عليه خصم، هذا كود خصم خاص فيك، استخدميه عشان تشترين الكتاب. ومو غصب انك تشترين هذا الكتاب، استخدمي أي وصفة بالعالم، ولكن اللي حابة وصفاتي تستخدم هذا الكود.